امتى المالك يطرد المستأجر فورا في القانون الجديد؟ في القانون الجديد بعد سنة 1996 العلاقة بين المالك والمستأجر واضحة جدا وصريحة. العقد هو اللي بيحكم، في غلطات المستأجر ممكن يقع فيها تنهي العقد قبل ميعاده وتخلي المالك يخرجه بقوة القانون. تعالوا نعرف الحالات دي عشان الكل يلتزم. أشهر حالات طرد المستأجر قانون 4 لسنة 1996. أول حالة التأخر في دفع الإيجار، ده أول وأقوى سبب. لو المستأجر اتأخر عن دفع الإيجار في الميعاد المتفق عليه في العقد، المالك بيبعت له إنذار، ولو مدفعش خلال 15 يوم من الإنذار المالك يقدر يرفع دعوى فسخ عقد وطرد. في القانون الجديد الموضوع أسرع بكتير من القديم. تاني حاجة التأجير من الباطن. لو المستأجر خد الشقة وأجرها لحد تاني من ورا المالك من الباطن، أو سابها لحد يسكن فيها من غير موافقة كتابية صريحة من المالك، ده يعتبر مخالفة جسيمة تنهي العقد فورا. تالت حاجة تغيير نشاط الشقة. لو العقد مكتوب فيه سكن والمستأجر قلبها مكتب أو عيادة أو مخزن، تتلاعب ببنود العقد وبيدي المالك الحق في الفسخ فورا، لأن النشاط التجاري بيستهلك العين بطريقة مختلفة وممكن يضايق الجيران. رابع حاجة الإضرار بالعين أو إقلاق الراحة. لو المستأجر هدم حيطة أو عمل تعديلات هندسية تهدد سلامة المبنى، أو لو استخدم الشقة في أعمال منافية للآداب أو حاجة بتضايق الجيران والأمن العام، هنا القانون بيقف مع المالك بقوة. معلومة مهمة، الصيغة التنفيذية هي الضربة القاضية. لو عقد الإيجار الجديد معمول عليه صيغة تنفيذية في الشهر العقاري وقت الإمضاء، المالك مش بيحتاج يرفع قضية طرد تاخد سنين، وهو بيروح للمحضرين فورا وينفذ الإخلاء لو المدة خلصت أو المستأجر خالف بند دفع الإيجار. ودي أقوى حماية للمالك في القانون الجديد. في القانون الجديد مفيش حاجة اسمها الامتداد القانوني للأبد، بمجرد ما المدة المكتوبة في العقد تخلص، سنة 5 10، المستأجر لازم يسلم الشقة، ولو فضل فيها يوم واحد زيادة من غير موافقة المالك بيعتبر غصب للعين وبيدفع تعويض عن كل يوم تأخير. نصيحتي النهاردة كمالك ما تكتبش عقد إيجار جديد من غير صيغة تنفيذية في الشهر العقاري، عشان توفر على نفسك وجع دماغ المحاكم لو المستأجر مرضيش يخرج. وكمستأجر التزم بدفع الإيجار في ميعاده وخد وصل استلام في كل مرة، عشان ده هو سلاحك الوحيد اللي يثبت حقك لو المالك حاول يتبلى عليك. المرة الجاية هنتكلم عن الصيغة التنفيذية بالتفصيل، وازاي تتعمل وايه فايدتها للمستأجر والمالك. حصل معاك قبل كده موقف اضطريت فيه تخرج من شقة أو تخرج مستأجر حصل معاك قبل كده موقف اضطريت فيه تخرج من الشقة أو تخرج مستأجر قبل ميعاد العقد؟ احكيلنا في الكومنتات. لو انتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على التيك توك ما تنسوش الفولو والريبوست، ولو على الفيسبوك ما تنسوش اللايك والفولو. اشوفكم الحلقة الجاية.